السلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد متنوع غادي نشارك معكم شنو هما الحويجات اللي وجدت لمائده الافطار. السردين بالشرموله، طاجين ديال بوزروك. غادي نشارك معكم واحد الرغيفات كيجيو زوينين معمرين بالجبن ديال الريكوتا والسبانخ. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا كاع هاد الحويجات الزوينين اللي فيه. البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، بتعليقاتكم الزوينين اللي كتخليو ليا ديما. بالنسبه للناس الجداد، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي ان شاء الله. غادي ندوز نقي هاد شويه السردين، هو اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله للفطور. غادي ندوز نقيه. يلاه جابوا الزوج ديالي معاه كان خارج. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني منين كناخذ السردين، كناخذو من كونات كيف ما كتشوفوا، ها هو الكاغيط ديالو. حيت في كونات ديما كيكون رخيص، ماشي بحال البلايص الاخرين. مثلا في الابيرال وصل حتى ل 8 اورو الكيلو، في الكونات دايرين ليه كيديروا ليه 2 اورو و99 الكيلو. غادي نقي هاد السردين ومن بعد غادي ندوز باش نوجد معكم الشرموله ديالو. غادي كيعجبني صراحه نقلي غير في الزيت. غندير ليه الشرموله وغندير وحده فوق وحده وغادي نقليهم غير في الزيت. من بعد ما نقيت السردين كيف ما شفتوا معايا، خليته حتى تسقطر شويه ونشف من الماء. دابا غادي ندوز باش نصايب ليه الشرموله. راكم عارفين الشرموله ديال الحوت كيفاش كتصايب. درت هنا شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس مقطعين، وغادي ندير شويه ديال معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الملحه، غندير شويه د البزار، شويه ديال الخرقوم البلدي بحال هكا، وشويه ديال التحميره. صافي غندير واحد شويه ديال زيت الزيتون ولا زيت الروميه اللي بغيتو بحال هكا. غادي نحك واحد شويه الثومه، واحد 2 فصوصه كبارين ديال الثومه. نحك واحد اخر. صافي بحال هكا. غادي نجيب واحد شويه د الحامض من الثلاجه. غادي ندير شويه ديال العصير د الحامض. الا عندكم الحامض طري عصروا واحد نص حامضه. صافي هكا كنكون وجدت الشرموله ديال الحوت ديال السردين. غادي ندير يديا دابا باش نحرك هذا الشيء هذا. البنات انا ما كنديرش، ما كنعمرش السردين واحد بحال هكا كيما ناخذ السردينه ونديرو فيها شويه ونعاود نسدها. كنديرو كامل بحال هكا في الشرموله كيف ما كتشوفوا معايا. كندير ليه بحال هكا. صافي غادي نخليه هكا في الشرموله حتى يتشرب مزيان. صافي ومني غادي نبغي نقليه عاد غندير وحده فوق وحده بحال هكا وندوزو في الطحين ونقليه. صافي ها هو وجدتو. دابا غادي ندوز نوجد معكم واحد الطويجين ديال بوزروك حتى هويا. دابا غنصايب معكم هاد الطويجين هذا د بوزروك. خديت هنايا غير طاجين صغيور حيت عندي تقريبا غير واحد 300 غرام ديال البوزروك. هنايا خديت غير واحد هكا 3 المطيشات صغيورين بهذا الشكل هذا. صافي شلطتهم بحال هكا. صافي حكيت هاد 2 فصوصه ديال الثوم بحال هكا. غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون
غندير شويه د القزبر، شويه د المعدنوس بحال هكا، واحد المعلقه كبيره، واحد شويه ديال المعدنوس حتى هو مقطع، غادي ندير العطريه، غندير شويه د الكمون، شويه د الملحه، شويه د الخرقوم، شويه ديال الابزار بحال هكا، وشويه ديال التحميره. ضروري الحوت كامل كيبغي التحميره بحال هكا. نكتر شويه صافي. هنايا عندي بوزروق منقي ومغسول، غادي نزيدو على قولت الله اكبر اذان ديال العصر. يسكت الاذان ونرجع معكم. بالنسبه للابليكاسيون ديال الاذان اللي منزله في التليفون اللي سمعتوه معايا دابا، انا متيليشارجيه الابليكاسيون في التليفون ديالي ومدايرها على مدينه بريشيا فين انا ساكنه. يمكن لكم ديروها على حسب المدينه اللي نتوما ساكنين فيها. بروبيو انا متيليشارجيه المؤذن، غديروا غير بلاي ستور وغادي تدخلوا غتكتبوا المؤذن باللغه العربيه ولا حسب الفرنسيه وغادي تطلع لكم. صافي ملي كتلحق بحال هكا وقت الاذان كيأذن عندي في التليفون كيف ما سمعتوا معايا. كانت نيت واحد الاخت سولاتني عليها. صافي هنا غنكمل. هنايا درت العطريه كيف ما شفتوا معايا، حركته. غادي نزيد غير واحد شويه ديال المطيشه هكا د الحك، قياس واحد المعلقه كبيره بحال هكا. صافي غادي نخلطو، نغطي عليه حتى هويا بحال السردين ونخليهم حتى يقرب الوقيته ديال الافطار ونرد عليهم يطيبوا. غادي نغسل هاد المعينات هادو باش ما كتعرمش عليا، باش ما كيتعرموش عليا الماعن في الكوزينه. كيف ما عارفين عندي الكوزينه صغيره، غنغسل هادو نردهم لبليصتهم وغادي ندوز باش نوريكم الرغيفات اللي غادي ندير معمرين بالسبيناتشي. بالنسبه للرغيفات اللي غندير معكم بالعماره ديال السبيناتشي، هنا دايره واحد الفليفله كتشوى، حيت من بعد غادي ندير واحد السلطه مغربيه غير بالفلفله والمطيشه والخيار، نخليها هنا كتشوى. بالنسبه للسبيناتشي اللي قلت لكم، انا سبق ليا كانوا عندي موجدين من قبل، وجدتهم البارح. هنايا سبيناتشي اللي بخرته وخليته حتى تسقطر من الماء تماما، ما بقاش فيه الماء نهائيا. غادي نزيد عليه غير شويه ديال الملحه، غير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال زيت الزيتون بحال هكا، واحد المعلقه. صافي كما قلت لكم انا راه سبق ليا مبخره. غادي نخلط هاد الحشوه هادي مزيان وغادي نزيد عليها الجبن. يمكن لكم نتوما تعمروهم غير هكا غير بالسبيناتشي بوحديهم. انا غادي نزيد قياس واحد 4 المعالق كبار ديال الجبن ديال الريكوتا، غنزيدو هنا على السبيناتشي ونخلي هاد الحشوه هادي حتى تبرد وغادي ندوز نعمر بها العجينه ديال المسمن اللي حتى هي سبق ليا موجداها باش ما يجيش الفيديو طويل. نخليها نزيد فيها الريكوتا ونخليها على جنب ونكمل هاد الفليفله هادي نشويها ونكمل معاكم. من بعد ما تشوات هاد الفليفله هادي غادي ناخذوا شي ميكا، ناخذوا هاد الفلفله كنديروها في الميكا وكنسدوا عليها البنات. انا غادي نوريكم كنسد عليها بحال هكا. صافي غنخليها على جنب باش مني غادي نجي نفتح عليها دغيا غتقشر بسهوله، باش ما نغزلهاش بالماء باش تبقى فيها هذيك الريحه ديال الشوا. صافي هذه غنخليها على جنب. غادي دابا نصايب معكم الرغيفات. الحشوه هي واجده، درت فيها الجبن ديال الريكوتا وخلطتها. صافي هي بارده وواجده. العجين ديال المسمن واجد عندي كيف ما شفتوا معايا، راه خليته تطلاق ورخف. بالنسبه للعجين ديال المسمن غنخلي لكم البنات الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف باش تمشيو وتشوفوه. كنعجنو انا بطريف ديال الزبده وبالماء بارد، ما كنديرش ليه الماء سخون، كيجي زوين البنات. كيف ما غتشوفوا غنورقوا بلا زبده، غندير ليه غير هيا هنايا وجدت زليفه، غندير غير شويه السميده مع شويه الزيت باش غادي نورق هاد الرغيفات.
انا ما درتش فيه اليوم الخميره، داكشي علاش خليته في الثلاجه. الا كنتو غتصايبوه مباشره ديروا فيه الخميره، الا كنتو غتخليوه في الثلاجه حتى تبغيو توجدوه ما ديروش الخميره. صافي دابا غندوز باش نوجد معكم هاد المسمنات ولا الرغيفات اللي معمرين بالسبيناتشي. انا بديت كنقرص فيهم، غادي نوريكم كيفاش كندير ليهم. هذيك القريصه اللي درت ديال هكا ديال الرغايف كنقرصها على جوج بحال هكا، كنقرصها على جوج. كنقرص القريصه الاولى كيف ما غتشوفوا معايا. انا درت شويه الزيت مع شويه السميده باش يجيو مرقين، ما كنديرش كاع فيهم الزبده. صافي ها نتوما كيف كتشوفوا بحال هكا كنورقوها شويه. غادي ناخذ شويه ديال الحشوه وغادي نبسطها هنا في الوسط بحال هكا. صافي غنجمع الرغيفه هكا وهكا. كنحاولوا نوزعوا هذيك الحشوه الوسط وغادي ندير لها هكا وهكا بحال غنجمع المسمن. غادي ندوبلها كما قلت لكم، كل قريصه كنقسمها على جوج. غادي نقرص هذه بحال هكا. غادي ناخذ هذيك اللي عمرت كنديروا هذيك الجهه الطويه كنديروها لتحت، ندير شويه الزيت والسميده صافي وغادي نسد بحال هكا. ضروري ما كنديروا ديك الطويه ديال المسمنه الاولانيه لتحت باش ملي غنطويو هذه غنديروها الفوق باش ملي غنقرصوها ما غاديش تقطع لينا. صافي كنظن راه واضح كيجيو مسمنات بحال هكا معمرين بالسبانخ بالسبيناتشي. غادي نكمل انا بقات لي هاد الوحيده صافي وندوز باش نطيبهم. ها نتوما البنات انا بديت كنطيب فيهم، كيجيو زوينين ولدادينا البنات، غير جربوهم ومعمرين بالسبيناتشي صحيين. ما درت فيهم لا زبده لا والو، كيف ما شفتوا معايا ورقتهم غير بالزيت وبالسميده. اي غطيب هاد الوحيده ونوريكم كيفاش كيجيو. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هذه اللي كنخدم فوقها، هاد البلانشه هذه كنت شاركتها معكم في المشتريات، كنت خديتها من ايكيا ب10 اورو. زوينه البنات كتنفع في الكوزينه. ها نتوما البنات ها هي طابت، شفتوا كيف كيجيو زوينين. يمكن لكم نتوما ديروهم غير صغيورين، انا درتهم كبارين وحيده لواحد. غادي نكمل الطياب ديال هادو كاملين ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما حضرت كاع الحويجات اللي شفتوا معايا في الفيديو، السردين مقلي، الطاجين، الرغيفات، غادي نشارك معكم دابا المائده كيفاش جات في الشكل ديالها النهائي، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا جات متنوعه وزوينه. السردين المقلي، البزروق مشرمل، الرغيفات اللي معمرين بالسبانخ وبالجبن ديال الريكوتا، رافقتها مع شويه ديال العصير ديال الخيزو والليمون، شويه ديال الفواكه مشكله، الدلاع، الخوخ، المشماش، حب الملوك، شويه الكيوي، سلو، ومن طبيعه الحال السلطه المغربيه اللي حضرت بالفلفله المشويه اللي شاركت معكم في داخل الفيديو. كنتمنى المائده ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، تعليقاتكم الزوينين. بالنسبه للناس جداد الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. كيف ما ديما في كل اخر فيديو كنقول لكم خليت لكم الهنا وراحه البال حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.